بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي ساداتي، أسرار دير سيناء. قررت الأختان التوأم أنجلس ومارجريت، ولاد محامي ساري اسمه جون سميث من اسكتلندا، من بلد كده اسمها كليبرشاه، دايما معتمد كده. أنجلس هي اللي طرحت فكرة إن هم يروحوا مصر. كانت الأكثر ارتباط بالكتاب المقدس، فكانت نفسها تشوف دار فين الأرض اللي دار فيها الأرض الكتاب المقدس. في ذلك الزمن لم يكن في معلومات متوفرة كتير عن مصر. كان المعروف عنها إن بيجري فيها نهر النيل، وإن الخديوي اللي بيحكمها واحد تركي اسمه الخديوي إسماعيل. وفي ذلك الوقت كان مشروع قناة السويس كانت بتتصل اوريدي بالبحر الأحمر. البحر الأحمر بيتصل بالمتوسط، كانت على وشك الانتهاء المشروع بتاع قناة السويس، وطريق الهند هيختصر. في ديسمبر في القرن ال 19 1869 وصلت أنجلس ومارجريت إلى الإسكندرية ومنها إلى القاهرة. وفي ذلك الزمن عرفت مصر. كان القرآن دخل تقريبا، وصل مصر حوالي من 1000 سنة، وأكد إن الأحداث الكتاب المقدس كانت في مصر. اتكلم على سيدنا يوسف وصوله لمصر، واتكلم على سيدنا يعقوب وإسرائيل وسيدنا إسرائيل، واتكلم برضو على سيدنا موسى، واتكلم على السيد المسيح طبعا. فتخيل الاتنين ان هم ماشيين هيشوفوا سيدنا يوسف وهو يتجول بين الناس، او سيدنا ابراهيم ومعه زوجته راشيل وهم مثلا رايحين السوق. وكانوا برضو متخيلين سيدنا موسى وهو بيجادل فرعون، وطبعا قارون وهامان والصحراء. واستمعوا برضو، كانوا لما شافوا حمار ماشي في مصر تخيلوا برضو السيدة العذراء سيدة نساء العالمين وهي حاملة روح الله السيد المسيح عليه الصلاة والسلام، المسيح عيسى ابن مريم. وهكذا بدأوا في البحث في الوقت دوت على ترجمان، فلقوا واحد مالطي من الرعايا المالطة اللي عايشين هنا بيتكلم عربي كويس وبيتكلم انجليزي كويس. خدهم وأجر لهم سفينة اسمها الذهبية، وأجر طاقم البحارة والريس كمان. وقبل ما يطلعوا السفينة طبعا بيطلقوا فيها فراقع 3 قطط عشان خاطر يلاقوا الفئران اللي مستخبية ما بين الأخشاب. وكان الكريسماس داخل، فزينوا المركب الذهبية بزينة الورود وزعف النخيل. كانت ذروة الرحلة عند عبور الشلال الأول، لأن هناك بتبقى المنطقة منزلقة كده شوية. فكان المرشد المالطي بتاعهم قال لهم احنا نرجع بقى كفايه كده، لكن هم اصروا، وكان فعلا في سفينه منزلقه وقعدوا 3 ايام متاخرين، فكان مصر المرشد المالطي ان هم يرجعوا، لكن هم صمموا. وجي واحد عسكري وكان معاه 50 واحد من نوبه، عسكري تركي و50 واحد من النوبه، وشدوا السفينه. المهم لا الطريق، وانزلقوا الى النوبه الى بلاد كوش يا ساده. بعد من أسبوع من الإبحار وصلوا إلى نهاية مصر التي امتلكها أصحاب الجبال، فرعون ذي الأوتاد فرعون مصر. وبعد عام كامل من التجوال عادت التوأم أنجليلا واختها، هما الاثنين رجعوا لندن، وألفت كتاب مشهور اسمه رحلتي للشرق الأوسط. والحج، هو الكتاب اسمه الحج للشرق. وعكفت على دراسة اللغة العربية بعد كده، واختها اتجوزت من واحد برضو بيحب البحث في المخطوطات القديمة، وعملوا رحلة لسينا. ولما رجعوا كانت مات، هو جاله حمى كده وتوفى، ورجعوا الأختين تاني لبعض. لكن أنجلس لوحدها راحت اليونان، ومن اليونان ركبت سفينة متجهة للسويس، ومن السويس دي أقرب نقطة لسينا. هحكي لكم المرة الجاية على الإنجيل اللي اكتشفوه بتاع اللي مكتوب بالسريالية اللي هي لغة أصلا السيد المسيح. لقوا 2، كان في واحد عالم ألماني لقى نسخة كده وقيصر روسي أخدها منه. والتانية هم صوروا، وكان معاهم تقريبا 100 فيلم، كان الفوتوغرافيا ابتدت تظهر كويس، فصوروا الأناجيل اللي موجودة داخل دير سانت كاترين اللي موجود في الوادي المقدس. وشافوا طبعا العليقة الملتهبة، وشافوا البير اللي بيتقال ان هو البير اللي سيدنا موسى سقى فيه لزوجته بعد كده، اللي هو تزوجها بعد كده. لكن افتكر ان البير ده مش مظبوط، لان البير كان في مدين، وهو الناحيه دي كانت العليقه المقدسه والوادي الطور والشجر المباركه. المهم المره الجايه اكلمكم على الاناجيل اللي لقوها. دمتم في امان الله، تابعونا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.